الرقاق الطري وجماله. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل كده اجمل واحلى فطيره كده بالرقاق الطري. طبعا احنا متعودين الرقاق الطري بنعمل له كده الحشو بتاعه لحمه العصاج. احنا النهارده هنعمل حشوه كده جميله جدا، لو جربت الحشوه ديت هتدمنيها واولادك هيدمنوها من كتر ما هي جميله، مش هتبطلي تعمليها. قلنا نعمل تغيير النهارده كده في الفطار، فزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. عملنا الفطيره الحلوه ديت. لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لنا اللايك الحلو بتاعكم كده، ويلا بينا نبدا بقى الفيديو. نسمي الله ونصلي على النبي. زي ما انتوا شايفين هنوريكم دلوقتي الحشو بقى اللي احنا هنحشي بيه الرقاق الطري كده. بصراحه انا عملت الرقاق الطري واحنا شغالين كده دلوقتي اقول لكم احنا يعني انا عملت العجينه ازاي. طبعا اول حاجه كده اوريكم كده الرقاق، وبعد كده هبدا ان انا آه زي ما انتوا شايفين عملت كده الرقاق ده في الطاسه كده على البوتاجاز بكل سهوله كده بتعمليه، وطريقته جميله جدا وسهله. هيكون معايا اول حاجه للحشو كده معايا ميكس جبن، جبنه تركي على جبنه موزاريلا على شويه كده من الجبنه الشيدر اللي هو الميكس الجبن ده. وهيكون معايا برضو شويه من الجبنه شويه اسفه من الفلفل الالوان، اخضر على اصفر على احمر. وهيكون معايا كده شويه برضو من الزيتون وطماطميه كده مقطعاها كده مكعبات صغيره. بس الطماطميه تكون مصفيه الميه منها، والفلفل برضو قطعيه كده مكعبات صغيرة. ولو يعني لو قطعتيه بمحضرة الطعام اللي هي الكبة مثلا ولا كده، ابدأي حطيه في مصفى كده عشان لو فيه مية فيه ولا حاجة تصفي كده المية اللي فيه. وبدأت اللي انا اقطع كده البسطرمة كده. حطي اي حشو انت حباه مع يعني عايزة تشيلي البسطرمة وتحطي اي حاجة تانية براحتك، بس بصراحة البسطرمة معاه كانت جميلة جدا، مديها طعم كده وجميلة بصراحة. ممكن تشتغلي بقى بالحشو ده في جلاش، او تشتغلي بقى زي ما انا اشتغلت كده في الرقاق. طبعا هيكون معايا كده قد معلقتين كبار كده من السمنه، ومعايا كده ربع كوبايه من اللبن. آه طبعا ومعايا كده معلقتين كبار برضو من القشطه اللي هي وش اللبن. بدات اللي انا ده طبعا الخليط ده اللي هيبقى بتاع التوريق للرقاق كده وانا شغاله. ممكن بدل اللبن حابه تحطي زبادي، مفيش اي مشكله خالص. هتجيبي كده علبه كده من الزبادي وتضربيها مع شويه كده من القشطه وش اللبن والسمنه، وتبداي ان انت يبقى ده معاكي خليط التوريق. خلاص كده انا حطيت كده معلقتين سمنه كده في الصينيه من تحت، وهبدا ان انا اجيب بقى الرقاق معايا كده. طبعا بالنسبه لعجينه الرقاق كان انا عجنته باللبن وشويه مع شويه من الزيت وشويه كده من الملح. حابه تحطي حبه خميره صغيرين خالص، ممكن تحطي وممكن ما تحطيش. وبدات اللي انا اسيبه بقى يريح وكده، وبدات اللي انا افرده. وحطيت كده الطاسه على البوتاجاز وبدات اللي انا اسوي بقى الرقاق فيها كده. ممكن اساسا تعجنيه بميه، بس بصراحه لما بتعجنيه باللبن كده بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى طري معاكي. طبعا اهم حاجه بقى في الرقاق زي ما انتم شايفين انا طبعا دلوقتي حطاه كده لفاه كده، وحطاه في كيسه، يعني في فوطه مطبخ كده وتلفيه كويس، وتبداي ان انت تخليه في الكيسه بفوطه المطبخ علشان خاطر يفضل معاكي كده طري. طبعا انا شغاله واللي انا يعني باخد منه وهو متغطي عشان خاطر ما ينشفش معايا. طبعا زي ما انت شايفه كده بدات اللي انا اخد بقى من الخليط اللي انا وريتهولك ده، وابدا ان انا اهم حاجه ان انت بس يعني تظبطي كده الرقاقه كده. طبعا احنا متعودين زي ما احنا قلنا ان احنا بنعمله باللحمه المفرومه. جربي بالحشو ده، هتلاقيه فعلا جميل جدا والله العظيم، يعني هيعجبك وهتلاقيه سهل خالص يعني. او تغيير برضو في الفطار عشان خاطر يعني بدأنا انتوا عارفين بقى، يعني من كتر ما بتعملي الحاجة بتلاقي الحاجة خلاص بقى عايزة تغيري يعني. طبعا اللي هي الرقاقة الأخيرة ديت انا حطيت 4 رقاقات، هحط 4 من تحت و4 من فوق. بس الرقاقة الأخيرة يا دوبك اديتها كده مسحة كده خفيفة من اللي هو خليط التوريق، مكترتش فيها. طبعا بدأت انزل بالحشو معايا. هبدأ كده اوزع كده الحشو. انت ممكن تعمليه سندوتشات وممكن تعمليها في الصينية ديت زي ما انا عملته كده. بصراحة كان جميل جدا. كده او كده كان حلو. انا هوريكي دلوقتي ان انا برضو عملت منه شو في السندوتشات برضو. هوريكي دلوقتي بس اخلص الاول الصينية. زي ما اتفقت انا حطيت كده 4 رقات من تحت و4 كده من فوق. الرقاق والله جميل جدا وسهل خالص اللي انا يعني اشتغلت بيه. لو انتوا حابين ان انا اعمله لكم كده واوريكم الطريقة بتاعته،
اكتبوا لي كده في الكومنت وان شاء الله اعمله لكم. طبعا لو حسيت ان السمنه اتكتلت معاكي كده ولا حاجه زي ما اتكتلت معايا، ابداي ان انت ايه اديها تدفيه خفيفه كده وابداي اشتغلي برضو تاني. زي ما انت شايفه كده بدات ان انا ايه احط كده الرقاق اهوت. شرفوني كده ونوروني في قناتي كده، قناه اكلات بسيطه منوعه. والله انا بس يعني بشكركم جدا على كومنتاتكم الحلوه اللي بتكتبوها لي. بكون فرحانه جدا بسماع رايكم في فيديوهاتي وفي في الاكل اللي انا بعمله والحاجه اللي انتوا عايزينها. اكتبوا لي كده في الكومنت وقولوا لي عايزين ايه. وبشكر كل حبايبي اللي لسه داخلين لي في القناه كده بينوروني ويشرفوني فيها بصراحه. ربنا يا رب يسعدهم كده زي ما بيسعدوني كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بدات ان انا ايه آه شغاله زي ما انا كده. طبعا دلوقتي خلاص كده انا مولعه بقى الفرن. هبدا بقى اخليها كده تاخد ايه لون من تحت، وبعد كده هبدا ان انا اديها لون تحت الشوايه. ممكن بقى ممكن تشتغلي بيها نفس الخطوات بس تحطيها في الطاسة. يعني ممكن تعملي نفس الشغل كده بس في الطاسة وعلى البوتاجاز، مفيش اي مشكلة خالص. لو حابة تدخليها الفرن زي كده برضو دخليها الفرن. بصراحة هي بس معلش الحتة اللي عدت من ان انا اوريها لكم ان هي بعد ما اخدت لون بدأت ان انا ايه اديتها كده رشة جبنة من فوق. يعني كان نفسي ان انا اوريكم لما هي اخدت لون وكده وبدأت ان انا احط لها رشة الجبنة. اختياري يعني انت ممكن ما تحطيش اساسا رشة الجبنة يعني. هتكتفي كده زي ما انا عملتها. خلاص كده انا خلصتها. هبدا ان انا ايه زي ما قلت لكم مولعه كده الفرن. هبدا حطيتها كده خلاص في الفرن وهبدا اعمل بقى اوريكي كده ايه. هعملها برضو ممكن تلفيه سندوتشات، تعملي اللي هو الرول ده. بصراحه في العزايم هيكون جميل جدا. يعني كل اللي يعني لما هتعمليها كل اللي هياكل منه هيسالك كده ازاي الطريقه، وهتعجبه جدا. يعني حاجه كده بتشرفك بصراحه في العزايم. او لو انتي عاملاها حبيتي تعملي تغيير كده في الاكل هتعجبك جدا السندوتشات ديت او اللي هي الفطيره على بعضها. بدات اللي انا ايه هوريكي دلوقتي. انا هلف ده الرول كده والتاني برضو ايه لفي اللفه زي ما انت عايزه براحتك خالص. طبعا بدات اللي انا ايه ممكن تزوديه لو حابه تزودي كده حته كده من البسطرمه عليها كمان. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله قفليه كده بكل سهوله اهوت. يعني تقفل معايا اهوت ما شاء الله. جبت كده طاسه كده وهبدا ان انا ايه احط فيها كده مكعب كده من الزبده. وهبدا اعمل بقى اعملي برضو يعني لو حابه تعمل زودي في السندوتشات. انا بوريك الفكره وانت بقى ايه ده يعني انتوا حره بقى تكتري تقللي دي حاجه ترجع لك انت. زي ما انت شايفه كده يعني انا برضو من اللي هو الخليط بتاع التوريق ده. وبدات ان انا برضو ايه آه يعني بديها كده برضو عشان خاطر ان هي تبقى معايا طريه كده. وبعدين يعني وانت وبتقفلي بتبدا ان هي تتقفل معايا كده بكل سهوله. طبعا هزود برضو كده من البسطرمه حته كده. احنا بصراحة بنحب البسطرمة. لو انت بقى بتحبي تحطي اي حاجة تانية في الحشو دي حاجة ترجعلك يعني براحتك خالص. بدأت ان انا ايه اقفلها كده يعني زي ما قلتلك انا بوريكي بس الفكرة وانت بقى يعني اعملي اللي انت عايزاه. طبعا دولت برضو هبدأ ان انا ايه اعملهم كده في الطاسة. طبعا حلاوة الفطيرة ديت او السندوتشات اللي انت عاملاها ديت ان انت تخلي الحاجة معاكي يعني وقت الفطار بالظبط عشان الحاجة تكون سخنة معاكي كده وتشوفي بقى المطة بتاعتها كده والجبنة بقى سايحة فيها كده. بصراحة كانت جميلة جدا زي ما انت شايفة ما شاء الله. طلعنا كده طلعت الفطيرة ديت وبدأت ان انا اغطيها. يعني اول ما تطلعيها من الفرن ابدأي غطيها عشان خاطر لو هي مقرمشة شوية هتطرى معاكي وتبقى جميلة. ولو انت حباها مقرمشة ما تغطيهاش يعني سيبها كده تفضل مقرمشة. بس لما هتغطيها هتبقى حلوة معاكي زي ما انت شايفة كده. طبعا ايه كل ما هتغطيها وتسيبيها هتبقى طريه معاكي خالص. بس بصراحه هي كانت لسه يعني ولا طريه قوي. انا غطيتها كده شويه صغيرين ولا بقت طريه قوي ولا مقرمشه ان هي ايه يعني محدش يعرف ياكلها. لا بتبقى طريه معاكي كده وحلوه. بدات ان انا اقطعها
زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. كانت لسه سخنه يعني حابه ان انا اوريك والله مطه الجبنه، بس كان فعلا كانت لسه سخنه. الفيديو النهارده بصراحه كان جميل ما شاء الله. ربنا يا رب يا رب يعجبكم كده ويكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. زي ما انت شايفه بصي السندوتشات بقى اللي انا عملتها ما شاء الله. شايفه جمال الجبنه بقى والمطه بتاعتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.